ازاي تكتب باراجراف عن اي حيوان بكل سهولة؟ اول حاجة هتستخدم شوية افعال من ضمنهم الفعل are، ده فعل مساعد هستخدمه عشان اوصف الجمع. camels او horses او ring gazelles او fennec foxes، الاربعة دول اي واحد فيهم هقول are beautiful animals. camels are beautiful animals, horses are beautiful animals, ring gazelles are beautiful animals، وهكذا. تاني حاجة هستخدم الفعل live يعني يعيش، هقول they live in the desert. كلهم بيعيشوا في الصحراء طبعا، هقول they live in the desert. بعدها هستخدم الفعل have يمتلك أو عنده. هنا بقى عنده بقى هبدأ أوصف الحاجات اللي عندهم. they have 4 long legs، يعني عندهم 4 أرجل طويلة. وهستثني من الموضوع ده الفينيك فوكسز، هقول they have big ears، عندهم ودان كبيرة. يبقى أنا كل الكلام ده كله ماشي على كل الحيوانات، ولكن عند الفينيك فوكسز هقول have big ears، عندهم ودان كبيرة. بعدها هستخدم الفيرب eat يعني يأكل، هقول they eat grass and leaves، يعني بياكلوا عشب وأوراق شجر. وهستثني برضو الفينيك فوكسز عشان بياكلوا حاجة مختلفة، هقول they eat insects and lizards، يعني بياكلوا الحشرات والسحالي. وهعمل الكونكلوجن بتاعتي وانهي الباراجراف بتاعي واقول I really like them، أنا حقا أحبهم. طبعا دي الجملة دي هتمشي على الجميع. وبكده انت كتبت باراجراف عن أي حيوان تقابله. بالتوفيق يا رب.